عايزين تتعلموا ازاي تصوروا اكل، هقول لكم على كام حاجه بسيطه اتعلمتها فرقت معايا جدا في التصوير والشكل النهائي للاكل، وكل ده من غير ادوات كتير. مش هتصدقوا لو قلت لكم ان انا بدات من على الكنبه في البيت. اول واهم حاجه تعملوها قبل ما تصوروا اي حاجه التغذيه البصريه. حاولوا تتفرجوا كتير على برامج طبخ مثلا وفيديوهات فيها اكل غريب او بيتصور كويس، او افلام وثائقيه عن الطبخ. لو حابين تصوروا صور بس مش فيديو، حاولوا تتفرجوا كتير على كتب طبخ عشان تعرفوا شكل الطبق المفروض يكون عامل ازاي. وفي كتب طبخ بيكون فيها اطباق عاديه زي اللي بناكلها كل يوم، او اطباق متقدمه بطريقه مختلفه شويه زي المطاعم الفرنسيه، على حسب انتوا عايزين تصوروا ايه وليه. مثلا لو عايزين تصوروا علشان تبينوا للناس طريقه الوصفه نفسها، او لو عايزين تصوروا صور لمنيو او حاجه تجاريه، او تصوير وصفات للاطفال فعايزين شكلها يبقى حلو بالنسبه لهم. حاجة مهمة جدا برضو هي زيارة السوبر ماركت أو المكان اللي هتشتروا منه الأكل اللي بتصوروه، وده هيفرق معاكم جدا لأنكم بتكونوا متخيلين الحاجات اللي عايزينها بالظبط علشان التصوير حجمها قد إيه وشكلها هيكون عامل إزاي، غير إنكم بتاخدوا أفكار للوصفات اللي هتعملوها وتشوفوا المكونات وايه اللي بيليق مع بعض. وزي ما هتختاروا الاكل برضو هتختاروا الادوات اللي هتصوروا بيها، ودي هتكلم عنها بالتفصيل في حلقه لوحدها، وهقول لكم ازاي تنسقوا الالوان مع بعض، واقول لكم ازاي تصوروا طبق جاهز في البيت انتوا اللي عاملينه او طبق جاهز من بره، او مثلا اكل في مطعم. قولوا لي لو حابين فكره الفيديو وحابين نكمل السلسله في فيديوهات تانية ولا لا.